السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم في قناتكم أمنوها، ودائما ضمن الوصفات السهلة والسريعة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معاكم هاد البسبوسة بالكريمة اللي مذاقها كيحمق، سهلة جدا جدا واقتصادية، بلا كثرة المكونات وبطريقة بسيطة، كتوجد في وقت قصير. اللي دقا عندك غادي يسولك على المكونات. بسبوسه كتستحق انكم تجربوها. ما نطولش عليكم اخواتي، ندوز للمكونات وطريقه التحضير. غادي نحتاجو رابعه ديال السميده الرقيقه خاصه بالحرشه، كاس الا ربع ديال السكر حبيبات، كاس ديال الزيت نباتيه، جوج ديال البيضات، ياغورت طبيعي بلا سكر، جوج خمارات، كيس بنكهه سكر فانيلا، ورشه ملح لتحسين الذوق. اول حاجه غادي نبداو بالسيرو باش غادي نسقيو البسبوسه. عندي كاس ديال الماء، نصف كاس ديال السكر حبيبات، وشرائح من الحامض. غادي نوضعهم على النار حتى كيغليو، وغادي نخليوهم حتى كيبردوا باش غادي نسقاو بهم البسبوسه. في اناء غادي نوضع جوج ديال البيضات بحجم كبير ويكونوا بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيف كاس الا ربع ديال السكر حبيبات. يمكن لكم تضيفوا كاس ديال السكر غير حيت ناقصه انا السكر. وغادي نحتاجو واحد الكيس ديال السكر فاني ورشه ملح لتحسين الذوق، وياغورت طبيعي بلا سكر. غادي نخلطوا هاد العناصر كامله مع بعضياتها جيدا حتى يدخل لينا البيض في السكر وفي ياغورت. وغادي نضيفوا كاس ديال الزيت بالعبار كاس ديال العنبه. غادي نخلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. غادي نخلطوا مزيان مزيان حتى يدخل لينا الزيت في باقي المكونات. وغادي نضيف جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، ما يعادل 250 غرام. بالنسبه للسميده هي اللي كتكون خاصه بالحرشه وبالبسبوسه. وغادي نحتاجو جوج ديال الخمارات اللي الوزن ديالهم 8 غرام، بالمجموع 16 غرام. غادي نغربلهم اكيد باش كنتفاداو انهم يكونوا فيهم تكتلات، والخميره ضروري انكم تغربلوها لانها كتكون مكوره. غادي نخلطوا الكل جيدا كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للقوام ديالها كيكون مرخوف شيئا ما. في هذا الاثناء انا كنكون موجده من قبل المول ديالي، دهنته بالزبده مزيان مزيان. بالنسبه للمول هنا خديت المول العجيب، ورشيت عليه السميده اللي حضرت بها البسبوسه، نفس السميده. صافي هنا كنفرغ فيها الخليط مباشره. وفي هذا الاثناء الفران كنكون مسخناه من قبل. ضروري انكم تسخنوا الفران ديالكم حيت السميده دغيا كتشرب. بالنسبه للفران شعلته على 180 درجه، شعل فقط غير من التحت. بعد ما كندخل البسبوسه ضروري اني كنأكد عليكم ان الفران كيكون سخون مزيان. كتمر تقريبا 20 دقيقه، كتبدا كتحمر من الجوانب، كنشعل عليها من الفوق. وهذه هي البسبوسه ما شاء الله. من بعد ما خرجتها من الفران مباشره وهي سخونه كنقلبها. صافي هنايا كناخذ السيرو من بعد ما كيكون برد مزيان، وكنسقي به البسبوسه من الوسط وحتى الجوانب. بالنسبه للبسبوسه كتكون سخونه والسيرو كيكون بارد. صافي هنا غادي نكمل الكميه كامله عندي ديال السيرو، وغادي نخليها على جنب حتى كتشرب، وغادي ندوز باش نحضر معكم الكريمه. في كاسرونه غادي نضيف جوج كيسان ونصف ديال الحليب، وفي حاله لكن نتوما غاديش ديروا ياغورت ديال الجبن ديروا نصف لتر ديال الحليب. غادي نضيف 3 المعالق كبار ديال النشا او مايزينا. غادي نحتاجو ساشي ديال السكر بنكهه الفانيلا، و3 المعالق ديال السكر حبيبات،
وغادي نخلط هاد المكونات كامله مزيان قبل ما نوضعهم على النار. هنا وضعت الكاسرونه على النار اللي كتكون متوسطه مع التحريك المستمر باش الكريمه ديالي ما كتعقدش ليا في الكاسرونه. حاولوا انكم ما تخليوش الكريمه ديالكم حتى كتعقد بزاف. وهنا غادي نضيف الكريمه 3 ديال الفرماجات اللي كيكونوا مربعين. حاولوا انكم تحركوا الكريمه ديالكم مزيان باش ما تعقدش لكم. ومباشره كنضيف ليها غرس ديال الجبن طبيعي بالسكر اللي كيزيد يعطي واحد المذاق رائع لهاد الكريمه. صدقوني غادي نجربوا هاد الكريمه وغادي تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله غادي تولي معتمده عندكم. صافي هنا غادي نخلط هاد المكونات كامله مع بعض. من بعد غادي نفرغ الكريمه ديالي في البسبوسه. وحاولوا انكم توزعوا الكريمه ديالكم مزيان، وحاولوا انكم تجربوا شويه قبل ما تعقد لكم الكريمه. حاولوا انكم تحركوا الاناء اللي فيه البسبوسه بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا حتى كتاخذ الفورمه ديالها مزيان. هنا غادي نخلي الكريمه ديالي حتى كتشد راسها غير شويه. من بعد غادي ندوز باش نكملها في التزيين. صافي هنا كناخذ القليل من البيستاج وكنحاول اني نزينه في الجوانب. التزيين كيبقى اختياري ويمكن لكم تزينوها بالقليل من الورد حتى هو كيعطي واحد المنظر واحد الشكل زوين لهاد البسبوسه. هنا غير نسيت ما درتوش. والتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. غادي نكملها في التزيين وغادي نوضعها في الثلاجه حتى كتبرد مزيان، وغادي ندوز باش نقدمها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها كي كتجي من بعد ما كتبرد الكريمه مزيان. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه اللي حضرت معكم. كتجي رائعه هماويه، بسبوسه بريستيج تحضروها للمناسبات ديالكم وكذلك للاعياد. كتجي راقيه في الشكل وكتجي لذيذه في المذاق. نتمنى يا ربي ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. بسبوسه كتستحق انكم تجربوها، وكنتمنى الله يفرحكم. ما تنسونيش من اللايكات وبارطاج الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه اشتركوا في القناه باش يوصلكم اي جديد. الله يسهل عليكم والله يفرحكم. وهنا غادي نقسم معكم البسبوسه باش تشوفوا الشكل ديالها كي كتجي من الداخل. بالنسبه هنا الامانه اخواتي خليتها ساعتين في الثلاجه حتى عقدت لي الكريمه، وعاد باش قدمتها. بسبوسه اللي كتجي لذيذه بزاف، كتجي راقيه في الشكل وكتجي رائعه في المذاق. بالنسبه اخواتي البسبوسه كتجي رائعه، كتجي كلها مشربه، كتذوب في الفم، والكريمه كتجي رائعه لذيذه بزاف، مذاقها كيحمق. فقط مكوناتها جد بسيطه ولكن المذاق ديالها كيجي ولا اروع. دائما نشكركم على تشجيعاتكم وعلى تعليقاتكم الزوينه اللي كتفرحني. الله يسهل عليكم، احبكم في الله. خليتكم في رعايه الرحمن الى فيديو جديد ووصفه جديده. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.